السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا. في بداية كلامي أنا مش هبرر أنا ليه بتأخر، بقيت بالشهور عقبال ما بطلع أعمل حلقة. بصراحة عندي حالة زهق وعندي حالة قرف، مش أنا بس ومعظم مشاهدين كرة القدم في مصر، وذلك بسبب لما آل إليه الدوري المصري. الدوري المصري أصبح زي الإنترنت، unlimited، لا محدود، لا نهاية له. معظم دورات في جميع انحاء العالم انتهت منذ شهر تقريبا، واللاعبين دلوقتي والاجهزه الفنيه بيقضوا حياتهم الاجتماعيه عاديه، ما بين مصايف وما بين اجازات وما بين زياره اقاربهم، يعني بيعيشوا حياه الاجتماعيه اللي الدنيا كلها بتعيشها. بياخدوا حوالي شهر اجازه وبعد كده بيرجعوا شهر تاني، يعني بياخدوا شهرين بيعيشوا حياتهم الطبيعيه. الدوري المصري عندنا انت بتتفرج لغايه دلوقتي انت مش عارف المباراه اللي انت بتشوفها دي من الدور الاولاني ولا من الدور الثاني، دي مؤجله ولا في نفس الاسبوع. تلاقي انديه بتلعب الساعه في 4 عصرا في عز نار جهنم، وانديه ثانيه بتلعب الساعه 7 بالليل. تلاقي انديه لعبه 24 مباراه وانديه لعبه 17 مباراه. عدم ترتيب، تبص تلاقي بيلعب الاسبوع العاشر قبل الاسبوع الرابع. تمام، ده الدوري المصري اصبح، حط تحت منه مليون خط، اصبح اضحوكه العالم. للاسف اصبح اضحوكه العالم، وده هنقوله، وده اللي بيعكس اللي احنا وصلنا اليه. طيب احنا هنتكلم على ايه النهارده؟ هنتكلم على النهارده هدف الزمالك في مباراه الزمالك والمصري اللي اقيمت منذ 3 ايام. هنتناول هل هو صحيح او لا او غير صحيح، انما هنشوف ايه الاجواء المحيطه بالهدف، او ايه سبب حاله اللغط الكبيره اللي احنا وصلنا لها. عشان اقول لك هدف الزمالك في مباراه المصري هدف ولا مش هدف، خليك معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني وهنبدا حلقه صفاره العميد بعد غياب طويل. طبعا انا الاجواء بعد مباراه الزمالك والمصري واللغط الكبير والتعصب بين الجماهير والسوشيال ميديا والكلام ده كله، قلت اطلع اعمل حلقه كده يعني ايه، نهدي الاجواء شويه، ان الجماهير ملهاش ذنب، انما احنا عايزين من هدف حلقات صفاره العميد ان احنا نبذل التعصب في المقام الاول، وفي نفس الوقت الجمهور بتاعنا واعي، ولما بتتكلم معاه بالمنطق وبالعقل بيفهم والكلام ده كله. ولكن الجمهور المصري بما فيهم المشاهدين اللي احنا زي ما احنا، وانا كان حكم سابق، احنا برضو في حاله لغط كبير، ولكن هم السبب في اللي احنا وصلنا له. فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل بالمنطق ل زي ما بيقولوا ايه، الطرق السليمه، او الطرق اللي هي تريح الناس كلها. مباراه الزمالك والمصري كان بيديرها الحكم احمد الغندور، حكم دولي، وكان على الفار، على تقنيه الفار، كابتن محمود البنا حكم دولي. لما نيجي نتكلم عن الهدف، ناس بتقول لك هدف سليم، ناس بتقول لك مش هدف. طيب قولا واحدا وطبقا، ومحدش يزعل مني، قولا واحدا، وهنعرض وجهتين النظر، وجهه النظر بتاعت الهدف الناس بتقول له هدف، ووجهه النظر اللي الناس بتقول ايه، مش هدف. طبقا للي احنا شايفينه، طبقا للقطه اللي جت، وطبقا اللي احنا شفناه، الكوره مش هدف. اصبر عليا بس، انا هقول لك ليه وهقول لك ده ليه. وفي تلك الاحوال لا الحكم له ذنب ولا الفار له ذنب، الذنب الكبير هنقوله في الاخر. طبقا اللي احنا شفناه، احنا معترف ان سمك الخطوط 12 سم، والقائم والعارضه بيبقى من نفس سمك الخطوط، يعني هتبص تلاقي القائم برضه هتلاقي السمك بتاعه 12 سم، العارضه 12 سم، وبالتالي القائم مع خط المرمى نفس السمك. فالكوره لما تعدي خط المرمى لازم تعدي القايم، يعني عشان الكوره تحتسب هدف لازم الكوره بكامل محيطها تعدي خط المرمى. لو في مش ملي فيمتو ملي لامس الخط لا هدف. يبقى طبقا اللي احنا شفناه، وطبقا لان الكوره مش واضحه وضوح كامل من القائم، يبقى لا هدف. وده اللي استند ليه الفار، لان الفار محكوم بلقطه ومحكوم بصوره، فاحنا ملناش دعوه الا بننفذ القانون. حد يقول لي يا كابتن ده بنسبه 98% هدف، وانا معاك،
وانا شفتها بالعين المجرده والناس شافتها بالعين المجرده ان في اعاده جت، وهنشوف كل ده فيديوهات، اعاده جت في زاويه ميل ان الكره هدف. ولكن انا ما عنديش، هي بنسبه 98% هدف او 95%، انا ما عنديش حاجه تقول فين ال 5%. احنا عاوزين بنسبه 100% يا جماعه. لما تقول لي ان الكره كلها بنسبه 100%، تقول لي لا اصل بنسبه 98%، لو 99% و9 من 10 و99 جزء جوه وواحد جزء من الألف لامس الخط، يبقى مش هدف. تمام؟ طيب هنيجي نشوف معانا اول حاجه احنا عشان بس نشوف بس عوار الدوري المصري اللي بيصرف ملايين، تمام، وعنده كل الامكانيات، ومحدش يقول لي لا ده مش لاقي. لا، هقول لكم ممكن يعمل ايه. هنشوف انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قال لك ايه. يعني رئيس الاتحاد الدولي، الناس دي يا جماعه قاعده عشان متعه كره القدم، عشان الجماهير والمشاهدين يقعدوا في المدرج يشوفوا الصح فين، او يشوفوا القرار الصحيح فين، ويطمن يطلع خلاص هو مطمن. ما نقعدش يومين وثلاثه واسبوع نفضل نجيب القنوات الفضائيه ونفضل نجيب مش انفانتينو. معانا فيديو انفانتينو، شوف هيقول ايه، نرجع لكم تاني. It's not possible that everyone in the stadium and everyone at home who's watching the match sees immediately whether the referee has made a mistake or not. And the only one who cannot see it, and actually we forbid him to see it, is the referee himself. So if we can find a way through video assistant refereeing, for example, to help the referee not to commit. انفانتينو قال لك ايه؟ قال لك مش من الممكن او من المعقول ان انت تبقى قاعد في الاستاد او بتشاهد المباراه في المنزل وما تعرفش القرار اللي الحكم خده ايه. يعني مش عارف القرار اللي خده الحكم ايه، هل هو قرار صحيح ام خطأ. بيقول لك ومن خلالنا يعني حاولنا ان احنا نجد طريقه، على سبيل المثال عن طريق الفار، ان احنا نوصل للقرار الصحيح، وفي نفس الوقت مساعده الحكم اللي هو ما يرتكبش اخطاء جسيمه عشان نوصل للقرار الصحيح ونحافظ على هويه كره القدم ومتعه واثاره كره القدم. يعني الناس دي بتطور باستمرار. ده مش جابوا فار بس، ده الفار ده الكلام ده قديم. ده دلوقتي جابوا جول لاين تكنولوجي اللي هو GLT اللي هو تقنيه خط المرمى، وجابوا الساعه اللي بيلبسها الحكم. كل التقنيات ان انت القرار في ثواني بيكون متاخد. ده انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. طيب معانا فيديوهين. الفيديو ده الناس بتقول عليها لما شافوا الكره دي قال لك هدف، ومعانا فيديو تاني من الدوري الانجليزي، هو ده بقى اللي هيوصل لنا اللي احنا عاوزينه. الفيديو الاولاني انا عاوزكم تركزوا على اعاده اللقطه بالبطيء. فعلا فيها زاويه ميل، ودي اتعادت بعد ما الحكم استأنف اللعب. وهنا برضو بقول الاخراج عليه عامل كبير، التصوير عليه عامل كبير قوي، مش التقنيات بس. احنا الموضوع عندنا يا جماعه الحكم بيعاني، احنا مش عايزين نظلم الحكم. احمد الغندور كان فيه سلبيات كتيره، ولكن كلنا بشر، كلنا بنغلط. انما ما حدش يتكلم على هدف الزمالك في المصري يقول لك جون ولا مش جون، لان هو ده المتاح للحكم المصري، فغصب عنه لازم ينفذ القانون. تمام؟ انا عاوزكم تركزوا على الفيديو لو هو بيتعاد بالبطيء، تركزوا على المره الثانيه مش المره الاولانيه. المره الثانيه في زاويه ميل، الناس بتقول لك ان دي هدف. فعلا هي باينه، احنا قلنا باينه بنسبه 95%. انا معاكم، انا بالعين المجرده لما شفت اللقطه دي قلت هدف، ولكن زي ما قلت لكم برضو بنسبه كام؟ 95%، 98%. طب فين ال 2%؟ يبقى مش هدف. ده اللي الحكم خد قراره. تمام؟ طيب هنشوف الفيديو معانا اهو، ركزوا معايا اهو. حارس المرمى واقف على خط المرمى، اتشاطت اول لقطه، تاني لقطه بصوا فيها نسبه كبيره قوي بنسبه 98% اللي دخلت هدف. ده وجهه النظر اللي بتقول انها هدف. طيب وجهه النظر الثانيه، وده اللي القرار اللي هي مشيت، بس وجهه نظر الثانيه الناس معترضه اللي هم بيقولوا هدف. معترضين ليه؟ لان هي بنسبه 8، احنا بنقول بنسبه 98% يا عم هدف. طب انا ما عنديش لقطه بتقول انها بنسبه 100%. هي دي اللي الحكم خد القرار بيها، ان هو ما عندوش لقطه او عنده فيديو او عنده صوره تقول ان الكره عبرت بكامل محيطها بكامل استدارتها خط المرمى اللي هو بيمثلها مين؟ القايم. يبقى بالتالي الحكم خد القرار الصحيح. دي اللقطه اللي عندنا. طيب انا من حق المشاهد بقى اللي انا اشوف انت قلت ليه مش هدف. هنا بقى المشكله بقى،
هنا بقى اللغط الكبير ايه؟ ان انت اقنعني. ايوه يا عم انت بتقول بنسبه 98، طب اقنعني بنسبه ال 2% او 3% اللي هي بتقول انها مش هدف، اقنعني بيها، وده حقك برضه، وده حق المشاهد اللي هو قال عليها انفانتينو. انت خدت القرار اللي هو نسبه لا تتعدى ال 5% انها لا هدف، ليه؟ اقنعني، وريني لقطه. انا مش بتكلم على الحكم، ملوش دعوه، انا بتكلم على التقنيه، بتكلم على التطوير. هل عندك لقطه تقنع المشاهد والجمهور انها مش هدف؟ ما عندكش. معانا بقى لقطه للدوري الانجليزي دي في ثواني، وهتشوفوا يا جماعه قد ايه قد ايه قد ايه انت بنفسك هتشوف. معانا فيديو، بص جاب لك الكوره وهي ماشيه على خط المرمى وداخله بنسبه 99% و9 من 10 و99 جزء، يعني الفهمته يعني مش اقل من الملي. معانا الفيديو اهو، وهيوقف لك وهيكتب لك في الاخر ايه؟ نو جول. كده شكرا. كل الجماهير وكل المشاهدين خلاص قدامي اهو، دليل اثبات لا في تدخل بشري ولا في تدخل اي حاجه. هو كمبيوتر تخش عليه اللعبه يطلع على طول في ثانيه لا هدف. معانا الفيديو اهو من الدوري الانجليزي. Werner again to Lo Celso. This is شفت يا جماعه؟ promising. There's كاتب Brennan ايه؟ Johnson. لا And did هدف، not go in. لا هدف. خلاص خلص The goal الكلام، decision system. خلاص That مفيش is كلام how بعد close كده. it was. اللعب بقى وبعدين ايه؟ بتتعرض على ايه؟ على الشاشه، على الشاشه في الملعب. فالجمهور اللي قاعد في الملعب خلاص عارف ان دي نو جول، بيبدا يشجع فرقته تاني، ولا بقى بيخرج عن الاطار ولا مش عارف ايه ولا كام. في نفس الوقت انا قاعد في المنزل بشاهد، جت اللقطه خلاص يا اولاد، خلاص الدنيا، ابدا اركز في المباراه. خلاص الماتش خلص والنتيجه خلاص خلصت، ما اتكلمش بقى في التحكيم ولا اتكلم في جون ولا مش زي ما احنا بنتكلم لغايه دلوقتي. تمام؟ يبقى احنا بالنسبه للهدف طبقا للي احنا شفناه وطبقا للامكانيات اللي عندنا، هدف الزمالك غير صحيح. ومحدش يزعل من جماهير الزمالك الواعيه او جماهير الاهلي ايا كان. احنا يعني بنتكلم مع الجمهور المصري او الشعب المصري ككل، مش بنتكلم فئه معينه. تمام؟ طيب لما نيجي نشوف بقى اضحوكه العالم الدوري المصري وسلبياته، هنلاقي بص اول حاجه عدم انتظام المسابقه، وصل الناس لحال الزهق، وصل للقضاء على الحياه الاجتماعيه زي ما قلنا لكل من له صله بكره القدم. تمام؟ سيطره ما لا يقل عن 50 شخص على منظومه كره القدم منذ لا يقل عن 30 عام. مسيطرين، هو تشيل احمد حط الحاج احمد، شالوا الدو حطوا شاهين، هم دول مسيطرين، وبالتالي دمروا الكره المصريه. ما بقاش ليها طعم، ما بقاش ليها زهوه، الناس ما بقتش بقت تعزف عن مشاهده المباريات. تمام؟ طيب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ايه بقى اللي نعمله؟ في شخصيات يا جماعه، انا يعني زي ما بيقولوا الناس لما بتشوفها حتى الناس بتتكلم عليها، في شخصيات الناس دي يبقى لازم لها دور الفتره الجايه دي مع شخصيه عامه كبيره، شخصيه عامه كبيره مع شويه الشباب دول اللي عندهم خبرات ولعبوا في دوريات اوروبا. عندنا كباتن مع بدون ذكر القاب مع احترامي ليهم، كابتن ميدو، احمد حسام ميدو، اللهم صل على النبي، عماد متعب، محمد فضل، الكابيتانو حسام غالي واحمد حسام ميدو لعبوا في الدوري الانجليزي. يعني الناس دي عندها خبرات وعارفه الدوريات بتمشي ازاي وعارفه السلبيات ايه والايجابيات ايه. عندنا محمود دسوق بتاع المصري، عندنا لعيبه كبيره، مش عاوز انسى حد، لعيبه لعبت في احتراف. عندنا احمد حسن، كابتن احمد حسن، عندنا طبعا حازم امام. الناس ديت اجيبهم تمام مع شخصيه عامه كبيره يديروا الكره المصريه، لان عندهم خبرات بالدوريات الانجليزي والدوري الهولندي والدوري الايطالي والدوري التركي. الناس الجدول بتاع بيتحط اول موسم خلاص خلص الكلام. تمام؟ حد يقول لي اصل في اوروبا الدوريات اللي بيركبوا القطر ساعتين مش عارف، ماشي، ما انا بدي هنا 5 ايام وعامل القائمه 35. انا جايب مدرب بدفع له بالملايين الدولارات، واحنا عندنا ازمه في الدولار ليه؟ عشان يعمل من فسيخ شربات زي ما احنا بنقول. انا ارجع بعد 4 ايام العب الدوري يا كابتن، انت هتلعب بعد 4 ايام، انت عندك القائمه بتاعتك 35. ده انا اللي اسمي يعني مش مدير فني ولا يعني ماليش مش في مجال الكوره، انا بلعب ب 11 لعيب و3 احتياطي. لما اجي عندي ماتش بعد 4 ايام هلاعب ال3 الاحتياطي اللي انا نزلتهم، تمام، ولاعب 3 4 من الناس اللي لعبوا، ولاعب الباقي عندي، من عندي قائمه 35. وايه المشكله؟ اللي اهتمينا بتحقيق الارقام القياسيه للانديه
مش عارف ايه الانديه الفوز الكام ومش عارف. اهتمينا بتحقيق الارقام القياسيه للانديه ودمرنا او مش دمرناش، ده الدوري المصري حطم كل الارقام القياسيه في كل حاجه، في عدم الانتظام في كل حاجه. يعني الدوري المصري ما شاء الله حقق ارقام قياسيه رهيبه بس بالسلب مش بالايجاب. يعني اهتمينا بتحقيق الارقام القياسيه للانديه تمام، والدوري المصري بتاعنا في انهيار وعمال يحقق ارقام قياسيه ما حدش يحققها على مستوى العالم لمده قرن قدام بس بالسلب. زي ما قلت لكم انا استئصال الشخصيات اللي هي بقى 30 سنه دول خلاص يقعدوا كفايه عليهم كده، وادفع بالشباب. احمد حسام ميدو مع حسام غالي مع عماد متعب مع احمد حسن مع محمود دسوقي مع محمد حمص بتاع الاسماعيلي من حسني عبد ربه. اللعيبه دي واجيب معاهم شخصيه كبيره وشخصيه اداريه كبيره تمام، هم يمسكوا منظومه كره القدم وتحط جدول يمشي عليه الكبير قبل الصغير، والعقوبات، واوفر التقنيه، اوفر تقنيه من عقود اللعيبه اللي فوق 5 مليون يتخصم منه كذا واللي فوق 10 مليون يتخصم منه كذا. احنا ما هو انت لتطوير كره القدم. اوفر معسكرات الحكام، معسكرات الحكام ملهاش لازمه، هي معسكر قبل الموسم ومعسكر بين الدورين وخلصنا، مش حلوانه وسلوانه. شوف انت صرفت للاسف، شوف انت صرفت كام على معسكرات الحكام وفنادق 5 نجوم ومش عارف ايه وكام، ملايين الملايين، والمحصله ايه؟ ده المساعد كان بيقف على خط المرمى في ركلات الجزاء كانت عينيه زي الصقر، مش مستني فار ولا حاجه، كان يقول لك الكوره دخلت ولا ما دخلتش. دلوقتي كله بيعتمد خلاص على الماشين زي ماسيمو بوساكا بيقول لك انا مش عاوز الحكم يعتمد على الماشين، عاوز ياخد قراره من نفسه، يرجع الماشين لما يحتاجها، اللي هي الماشين اللي هي الفار بيقول عليها مكنه. اقلل معسكرات الحكام هو قبل الموسم وقبل الدور الثاني وخلاص. الناس اللي بتاخد مرتبات في لجنه الحكام دي يلفوا على المناطق، وبعدين ما فيش بقى حاجه اسمها احتكار للعلم. يعني العلماء ورثه الانبياء في العلم، انتم محتكرين العلم ومحتكرين المناصب في لجنه الحكام، ويسفروا لي ده وده ودورات هنا ودورات هنا. ما تصفر من الاقاليم، صفر من اللجان الفرعيه واحد في كل دوره في كل سنه، اعمل عندك كوادر. انت محتكر العلم ومحتكر السورس زي ما صاحبنا بيقول، محتكر كل حاجه عشان ما حدش يقول لك لا اصل انت مش مؤهل. ما احنا هنبقى مؤهلين ازاي وانتم محتكرين كل حاجه؟ اللجنه تلف على المناطق كلها وتدي محاضرات كل شهر، ووفر المعسكرات ووفر الملايين دي. لو وفرت الملايين ديت مع الاتحاد المصري يعمل اعلانات للعيبه منتخب مصر، مش لعيبتك دي لعيبه مصر دي ما تعمل لهم اعلانات. عندك نجوم وعندك محمد صلاح وعندك كله، لو عملت لهم 3 4 5 10 اعلانات ووفرت الملايين ديت تقدر تجيب تقنيه خط المرمى ويبقى من احسن دوريات العالم مع انتظام المسابقه. انا مش يعني انا بقول افكار، وفي ناس احسن مني بتقول افكار يعني احنا اعذرونا، احنا ممكن تقولوا يا عم اقعد انت مش فاهم. لا يا عم احنا فاهمين الحمد لله، احنا ناس مثقفه برضه وفاهمين ومتعلمين وفوق ايدينا في المطبخ زي ما بيقولوا، بس للاسف ملناش في الفساد، ملناش في المحسوبيه، ملناش في المجاملات. حكام بتتألق زي العتباني زي وائل فرحان وزي احمد جمال وزي العمراوي وزي نادر امر الدوره، وتبص تلاقيهم ماشيين بالحساب. يعني انت خدت السابع خد الثامن، والناس بتلعب كل يوم، ناس بتلعب غلط ما غلطش بيلعب كل يوم عشان مسنودين لهم ظهر. حكام ده في حكم منزل بوست بيقول لك 20 سنه بيقول لك عشره عمر، بيقول لك للاسف انا من شهر 4 قاعد. حكم يقعد من شهر 4 لغايه الدوري ما يبدا في شهر 9 عشان يلعب ليه؟ الغاء التصنيف، لابد من الغاء التصنيف ده وعوده للنظام القديم. لازم يبقى فيه عداله بين الحكام، لازم يبقى فيه عداله في لجنه الحكام، وعدم احتكار المناصب وعدم احتكار العلم. كل الحاجات السلبيات ديت صدقوني لو قعدتوا مع الناس وفهمتوا واتكلمتوا معاهم والله العظيم احنا بلد جميله، احنا شعب جميل، بس للاسف في ناس بتسيء. انا اسف كنت انا متعصب شويه، ولكن انا حاولت بقدر الامكان ان اعمل حلقه عشان اسهل على الناس او نوصل لحاجه ان ننبذ بيها التعصب بين الجماهير. دي كانت حلقه من سفاره العميد، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من سفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.